أثريين حول العالم ومجلة أثريين. أخباركم إيه؟ اسمع بقى يا صديقي العزيز المعلومات ديت عشان أنا عارف إن هي هتفيدك جدا لو أنت مهتم بالتاريخ والتراث. تمثال الملك خفرع زي ما احنا شايفين في الفيديو. تعال نحكي قصة بسيطة جدا. إن التمثال ده من تاني ملوك الأسرة الرابعة وصاحب تاني أكبر هرم في الجيزة بعد هرم الملك خوفو. والتمثال ده وجد في معبد الوادي اللي تبع المجموعة الهرمية بالجيزة واللي كان بيتعمل فيها طقوس دينية خاصة بالملك. وزي ما احنا شايفين في الفيديو ان الملك باين قاعد على كرسي العرش بكل وقار وهيبة وكأنه بيقول للناس انا صاحب الارض والبلد دي كلها. وعلى جانب العرش في رسمة اسمها سما طاوي اللي كان معناها مصر العليا والسفلى، وده كان بيرمز ان هو كان حاكم على مصر كلها. خلف رأس الملك خفرع هنلاقي إن فيه الإله حورس في شكل صقر. هتلاقيه فاتح جناحاته حوالين رأس الملك، وده عشان يحميه ويدله على القوة. التمثال ده معمول من حجر الديوريت، وده حجر شديد الصلابة واختاروه المصري القديم علشان يعيش معاهم للأبد. ملامح الوش طبعا واضحة جدا وفيها قوة وهدوء في نفس الوقت، وهو ده بيدل على عظمة ومكانة الملك، وأكن التمثال بيتكلم من عظمته. جسد متناسق، عضلات منحوتة بشكل روعة، وده بيدل على الشباب والقوة واللي كان بيمثلها الملك.